السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الجبنه الفلاحي او الجبنه القريش من غير حصيره، من غير اي اضافات. طريقتها سهله جدا جدا، طعمها يجنن. شايفين بقى قوام الجبنه؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده نظافه وتوفير واقتصاديه، وكمان طعمها يجنن، تحفه. عايزه اقول لكم كده تحسي ان انت بتاكلي قشطه، مش جبنه خالص، من حلاوتها وطعمتها. والله طعمها تحفه، طعمها حلو جدا. شايفين بقى؟ ده طبعا اللبن الرايب. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي اول مره يزورني في القناه، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه، وفعلوا لي زر الجرس، وكمان لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابكم، وكملوا الفيديو للاخر علشان الفيديو كله افاده. هنا بقى كده شايفين الرايب بتاعنا؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده تحفه. عملناها ازاي الرايب ده يا بنات؟ هسيب لكم لينك الفيديو بتاعه ازاي تعمليه بالتفصيل في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. اضغطي على اللينك هتدخلي تعرفي الطريقه بالظبط. هنا كده بقى جبت طبق، حطيت عليه مصفى، وجبت الشاشة عندي فردتها في قلب المصفى دي. تمام. ممكن لو ما عندكيش الشاشة دي تستخدمي اي طرحة عندك تكوني مخصصاها لاستخدامات المطبخ. تمام. طرحة كده خفيفة من الطرح بتاعتك تكوني مستغنية عنها وتخصصيها للحاجات دي. تمام. هنا بقى انا مش هحط الرايب بتاعي في الفرن ولا اي حاجة. ليه؟ ممكن الناس تقولي طب ما هو انتي لازم تحطيها في الفرن. لا يا جماعة، انا عاملة كمية صغيرة. يعني الرايب اللي عندي دوت كميته 2 كيلو ونص. تمام. 2 كيلو ونص دول طلع منهم كمان قشطة. يعني الطبق اللي انا مطلعه على جنب ده 300 جرام كمان منهم، يعني تقريبا 2 كيلو وربع من الرايب. حطيت كده عليهم رشة ملح بسيطة زي معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة. تمام. هقلبهم كده تقلبتين واوزعه كويس في المصفى بتاعتي، واحاول بقى ان انا الم كده الشاشة بتاعتي دي على بعضها، واضغط كده جامد عليها علشان تساعد معايا ان اي شرش زيادة ينزل بسرعة. تمام. بعد كده بسيبها نص ساعة وبرجع ان انا المها تاني علشان تكون متماسكة اكتر وشكلها يعني ملموم على بعض اكتر. تمام. بعد النص ساعة بلمها كده وبضغط عليها، بلمها كويس الاول في الشاشة، وبحط عليها اي طبق كده ازاز بحيث ان هو يعني يضغط عليها وينزل اي شرش. بسيبها بقى من بالليل للصبح. لو انتي بالنهار ممكن تسيبيها حوالي 7 8 ساعات وتقطعيها، تطلعيها كده من الشاشة بتاعتك وتقطعيها وتحطيها في علبة وتحطيها في التلاجة. تمام. طب لو انتي عاملة كمية رايب كتير، يعني مثلا عاملة 6 كيلو 7 كيلو، ممكن تكوني عاملة اكتر من كده. هقولك بقى، لو انتي هتخزني فترة طويلة، ممكن تولعي الفرن 10 دقايق وتسخنيه كويس جدا، وبعدين تحطي فيه البرام الرايب بتاعك او حلة الرايب بتاعتك، وتسيبيها برضو 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده تطلعيه تصفيه في الشاشة او في الحصيرة. تمام. انا عاملاه معاكم من غير حصيرة علشان في ناس كتير جدا مش متوفر عندها الحصيرة. تمام. شايفين بقى انا هنا كده قلبته؟ شايفين شكل الجبنة؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة، طعمها جميل جدا. اللبن اللي انا مستخدماه او الرايب رايب جاموسي، وهسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت ازاي عملنا الرايب ده. وكمان طلعنا طبق قشطة كده، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. ده طبعا الشرش اللي طلع او الصفة كده من الجبنة. عايزة اقول لكم بقى، ده اوعي ترميه، ده حلو جدا جدا. استخدميه، اعملي منه بيتزا، اعملي منه رقاق فلاحي، اعملي منه اي مخبوزات عندك، بس حطي عليه بقى يعني كوباية لبن كده كمان علشان تديله شوية دسامة، لانه طبعا الجبنة بتبقى فيها كل الدسامة. الشرش ده مش بيبقى فيه اي دسامة، بيبقى يعني ايه، هو مفيد وكل حاجة، بس عشان يبقى طعمه حلو اكتر. فاهمني؟ هو فيه فيتامينات ومعادن كتير جدا، بس الطعم طبعا الغني نزل كله في الجبنة. تمام. هنا بقى كده قطعنا الجبنة. عايزة اقول لكم بقى طعمها تحفة.
هنقطعها ونحطها كده على الميزان. هقول لكم ال2 كيلو ونص من الرايب طلعوا لي على الميزان بالظبط قد ايه. انا كنت جايبه ازازه 2 كيلو ونص، روبتها، طلعت طبعا منها قشطه، وطلعت دوت الرايب حولناه لجبنه فلاحي زي ما انتوا شايفين. طلعت معايا على الميزان بالظبط 800 جرام. 800 جرام يا بنات. شايفين الجبنه؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا.